في عام 1798 ميلادياً وصلت الحملة الفرنسية إلى شواطئ مصر. يعني يا عم الفرنساوية جم ليه؟ وسابوا مصر ازاي؟ اللي شفناه يا ابني، مصر ما شفتوش قبل كده. بقيادة القائد الفرنسي نابليون بونابرت جاءت الحملة في وقت كانت فيه مصر تعاني من ضعف الحكم المملوكي وإهمال الدولة العثمانية، فتغير حال البلاد فجأة. استمرت الحملة حتى عام 1801 ميلادياً، وخلال هذه السنوات القصيرة تركت آثاراً عميقة غيرت شكل المجتمع المصري سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً. سياسياً كشفت الحملة الفرنسية ضعف الدولة العثمانية وعجزها عن حماية مصر رغم إنها كانت تتبعها اسماً. القائد يقول: جئت لأخلصكم من ظلم المماليك. فقد سقطت مصر دون دفاع حقيقي من الدولة العثمانية. مما جعل المصريين يدركون إنهم تركوا وحدهم. أنشأ نابليون ديوان القاهرة سنة 1798 ميلادياً ليكون مجلس استشاري يضم بعض العلماء والمشايخ. ورغم إن هذا الديوان لم يملك سلطة حقيقية، إلا إنه عرف المصريين لأول مرة بأسلوب الحكم بالمجالس بدل الحكم الفردي المطلق. عسكرياً أظهرت الحملة الفرنسية الفارق الكبير بين الجيش الفرنسي والجيش المصري في ذلك الوقت. شايف؟ واقفين صف واحد، مش كل واحد لوحده. علشان كده المماليك خسروا. اعتمد الفرنسيون على جيش منظم يستخدم المدافع الحديثة ويتحرك بانضباط. بينما اعتمد المماليك على الشجاعة الفردية والسيوف دون تنظيم عسكري حديث. أدرك المصريون أن قوة الدول الحديثة تقوم على جيش قوي منظم وليس على الشجاعة وحدها. اقتصادياً عانى المصريون من سوء شديد في الأحوال. ده محصول السنة كله، نعيش منه ازاي؟ فرض الفرنسيون ضرائب باهظة. الدولة تحتاجه. وصادروا المحاصيل الزراعية لتغطية نفقات الجيش. أدى ذلك إلى تدهور حالة الفلاحين وركود التجارة وارتفاع الأسعار وانتشار الفقر بين الناس. ولهذا لم يشعر الشعب بأي إصلاح اقتصادي، بل شعر أن الاحتلال يستنزف خيرات البلاد. خليكي جنبي. دول مش شبهنا. اجتماعياً رفض الشعب المصري الوجود الفرنسي لاختلاف الدين والعادات والتقاليد. خليكي جنبي، دول مش شبهنا. تحول هذا الرفض إلى مقاومة شعبية، فاندلعت ثورة القاهرة الأولى عام 1798 ميلادي، ثم ثورة القاهرة الثانية عام 1800 ميلادي،
وقد قمعت الثورتان بعنف شديد، مما زاد من كراهية الشعب للاحتلال الفرنسي. Look at the detail on this map. Yes, the engraving quality is superb. We must ensure these are documented immediately. هذه البلاد ليست عادية. علمياً وثقافياً، كان للحملة الفرنسية أثر بالغ الأهمية. اصطحب الفرنسيون أكثر من 160 عالماً درسوا مصر دراسة دقيقة في مختلف المجالات. This passage describes the flood levels of the Nile in August. أصدروا موسوعة وصف مصر التي سجلت تاريخ مصر وآثارها وطبيعتها. كما أدخل الفرنسيون المطبعة والصحف وأساليب البحث العلمي الحديثة. غادرت الحملة الفرنسية مصر سنة 1801، لكنها تركت وراءها احتلالاً قاسياً ووعياً جديداً. ومن هنا بدأ المصريون يفكرون في مستقبل مختلف ودولة قوية قادرة على حماية نفسها.